مرحبا بالجميع، فيديو جديد على القناة. اليوم غادي نكلمكم على واحد الموضوع اللي كيهم بزاف ديال الناس اللي خدامين بالمغرب. تخيل معايا، لا قدر الله فقدتي الخدمة ديالك في الجهة، شنو محل وشنو هي حقوقك؟ بزاف منكم كيسول على التعويض عن فقدان الشغل. اليوم غادي نشرحوا هذا الموضوع بالتفصيل من الالف الى الياء. لكن قبل ما نبداو ما تنسوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. دابا غادي ندخلوا للقلب ديال الموضوع، وهو الشروط باش تستافد من التعويض عن فقدان الشغل. هذه هي اهم نقطة، حيت الا ما توفراتش هاد الشروط واخا دير كلشي ما غاديش تستافد. غادي نحاولوا نبسطوا هادشي لاقصى درجة باش كلشي يفهم. بزاف ديال الناس كيسولوني، انا طردوني من الخدمة، واش عندي الحق في التعويض؟ او الكونطرا ديالي سالات، شنو خاصني ندير؟ الجواب هو ان الحق في التعويض ماشي لجميع الحالات. كاينين شروط دقيقة خاصك تكون كتوصر عليها. اول شرط هو فقدان الشغل لظروف خارجة عن إرادة العامل. شنو كيعني هادشي؟ ببساطة خاص السبب ديال فقدان الخدمة ديالك ما يكونش بقرار منك. يعني ماشي انت اللي حطيتي الاستقالة، حيت في القانون الاستقالة كتعتبر قرار طوعي. الأمثلة اللي كتخولك تستافد هي الفصل التعسفي. لا قدر الله إلا كان المشغل ديالك فصلك من الخدمة بدون سبب قانوني أو مشروع. انتهاء عقد محدد المدة، إلا كنتي خدام بكونطرا محدودة المدة وسالات المدة ديالها وما تجداتش. الإفلاس أو الإغلاق ديال الشركة، إلا كانت الشركة اللي خدام فيها توقفات على العمل. القوة القاهرة، بحال شي كارثة طبيعية أو وضع استثنائي اللي كيخلي الشركة ما تقدرش تستمر في الخدمة. إلا كنتي في شي وحدة من هاد الحالات فكون هاني، عندك حقك في التعويض. ثاني شرط هو مدة الاشتراك الكافية. هاد الشرط هو اللي كيردوا بالو منه بزاف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سانسس. باش تكون مؤهل خاص تكون عندك واحد المدة ديال الاشتراك مع الصندوق. شحال؟ خاصك تكون صرحتي ب 780 يوم ديال العمل خلال آخر 36 شهر قبل ما تفقد الخدمة. ومن هاد 780 يوم خاص على الأقل 260 يوم تكون في آخر 12 شهر قبل ما توقف العمل. باش نبسطوا هاد الشرط، تخيل معايا أنك كنتي خدام لمدة 3 سنين. باش تستافد خاصك تكون خدمتي على الأقل عامين و6 شهور، 780 يوم خلال هاد المدة. والأهم من هاد الشيء، خاص تكون خدمتي على الأقل 8 شهور و20 يوم في العام الأخير قبل ما تخرج من الخدمة. ثالث شرط هو تسجيل في أنابيك كطالب عمل. هذه خطوة ضرورية. بمجرد ما تفقد الخدمة ديالك خاصك تمشي تسجل راسك في أنابيك اللي هي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كشخص كيقلب على خدمة. علاش هذا الشرط؟ حيت هذا التعويض هو وسيلة لمساعدتك باش تلقى خدمة أخرى، ماشي باش تبقى جالس في الدار. وخلال فترة صرف التعويض كيبقى من الضروري تبقى مسجل في أنابيك وتقدم لهم تقارير دورية باش يتأكدوا أنك مازال كتقلب على خدمة. باش نلخصوا هذا الشيء، إلا كنتي فصلتي بقرار من المشغل أو سالات الكونطرا ديالك وكنتي خدام لواحد المدة كافية ومسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشيتي تسجلتي في أنابيك كطالب عمل، فما عندك علاش تخاف، غادي تستافد من التعويض. شوف معايا مزيان، دابا غادي ندخلوا للقسم اللي كيسول عليه كلشي. شحال غادي ناخد والمدة شحال؟ هاد جوج أسئلة هما اللي كيشغلوا بال أي واحد. بالنسبة للمبلغ الأمر بسيط. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سانساس غادي يحسبوا لك 70% من الأجر المرجعي ديالك. شنو هو هذا الأجر المرجعي؟ سهلة، هو المعدل الشهري ديال الأجور اللي صرح بها المشغل ديالك للصندوق خلال آخر 36 شهر قبل ما تفقد الخدمة. باش نبسطوا الأمور، تخيل معايا أنك كنت كتاخد أجرة شهرية ديال 6000 درهم في السنة الأولى، و5500 درهم في السنة الثانية، و6500 درهم في السنة الثالثة. غادي يجمعوا هاد الأجور كاملة 6000 زائد 5500 زائد 6500 ويقسموها على عدد الأشهر اللي هو 36 شهر باش يلقاو المعدل ديال الأجرة ديالك. و70% من هذا المعدل هي اللي غادي تاخد كتعويض شهري. ولكن كاينه واحد النقطة مهمة بزاف، التعويض عنده حد أقصى. يعني ما يمكنش يفوت الحد الأدنى للأجر القانوني المعمول به. بمعنى آخر، واخا يكون 70% من الأجر المرجعي ديال الكبير ما غاديش تاخد أكثر من السميق اللي هو الحد الأدنى للأجر بالمغرب. هاد النقطة بالذات هي اللي بزاف ديال الناس ما عارفينهاش وكتخلق واحد الإحباط. دابا ندوزو للسؤال الثاني، شحال المدة ديال الصرف؟ هنا الجواب واضح ومحدود. التعويض كيتصرف لمدة ما كتفوتش 6 شهور كحد أقصى. هاد المدة كتبدا من النهار اللي تبع النهار اللي وقفتي فيه على العمل. علاش المدة محدودة؟ ببساطة لأن الهدف من هذا التعويض هو أنه كيساعدك في الفترة الانتقالية بين خدمتك القديمة وخدمتك الجديدة، ماشي هو باش تبقى جالس في الدار. وخلال هاد 6 شهور ضروري تبقى تقلب على عمل جديد بشكل مستمر. وإلا لقيتي خدمة قبل ما تسالي هاد المدة، الصندوق غادي يوقف لك التعويض مباشرة من النهار اللي بديتي فيه الخدمة الجديدة.
هذا الشيء علاش من الضروري الواحد يستعمل هذه المده بشكل فعال ويستثمر فيها في البحث على خدمه اخرى، لان التعويض هو مجرد مساعده مؤقته ماشي دخل قار. دابا وصلنا للجزء المهم بزاف اللي هو شنو خاصك دير بالضبط. تخيل معايا اليوم الصباح نضتي ولقيتي راسك بلا خدمه، شنو هي الاول خطوره غادي ديرها؟ الابربيه غادي يتلفوا وهذا طبيعي، ولكن انا هنا باش نسهل عليكم الامور. الاجراءات سهله الا عرفتي شنو دير، ولكن الا تعطلتي تقدر تخسر حقك في التعويض نهائيا. اهم حاجه خصك تعقل عليها هي الزمن. عندك اجل محدود اللي هو 60 يوم من نهار فقدتي الشغل باش تدفع الطلب ديالك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، وإلا فات هذا الاجل صافي الحق ديالك يطيح. انا غادي نشرح لكم الوثائق اللي خاصكم توجدوها وحده بوحده وبطريقه بسيطه باش كلشي يفهم. طلب التعويض استماره رقم 310/1/26. هذه هي الورقه الرئيسيه، بحال شي طلب خطي كتكتب فيه معلوماتك الشخصيه وشنو كانت الخدمه ديالك والتفاصيل كيفاش فقدتيها. هاد الاستماره كتلقاها في وكاله CNSS. بطاقه التسجيل في CNSS، هذه هي البطاقه ديالك اللي كتثبت انك مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع اخر مشغل ليك، ضروري تجيبها معك. نسخه من البطاقه الوطنيه باش تثبت الهويه ديالك، هذه باينه ولكن ما تنساش تجيبها. محضر مفتش الشغل، هذه من اهم الوثائق. علاش؟ لانه كيوثق انك فقدتي الشغل لظروف خارج عن اراده العامل. يعني المفتش كيكتب قرير رسمي فيه السبب والتاريخ ديال فقدان الخدمه. الا كانت عندك مشكله مع المشغل ديالك وما وصلتوش للاتفاق، ممكن تطلب نسخه من عقد العمل او حتى حكم حدائي نهائي باش تعاد الطلب ديالك. نصحها الحساب البنكي باش يتصيفطوا لك الفلوس ديال التعويض مباشره في الحساب البنكي ديالك. وهذه النقطه مهمه بزاف، لان التعويض كيتصرف لمده محدوده، وهذه المده ديال الصرف كتحسب من فراتات الاجتماعيه، يعني كتستافد من تامين المرض وتامين التقاعد واخا تكون بلا خدمه. نصيحه مهمه مني ليكم، قبل ما تمشيو لوكاله CNSS اتصل بهم ولا تكونوا الموقع ديالهم رسمي باش تاكدوا ان هذه الوثائق هي المطلوبه وما ناقصك حتى حاجه، وتاكد انك كتجيب النسخه الاصليه والنسخه الملونه باش ما ترجع خاوي. دابا الا عندك شي سؤال على شي وثيقه من هادو اولا شي اجراء ما فهمتيش مزيان، كتبوا لي في التعليقات، انا غادي نجاوب على الاسئله ديالكم كامله. شوفوا معايا مزيان هذه النقطه حيت مهمه بزاف وكتبين لينا فين غادي المغرب في مجال الحمايه الاجتماعيه. في الاول باش نرجعوا شويه للور، خاصكم تعرفوا باللي هذا النظام التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب يلاه جديد. القانون اللي جابوه هذا النظام هو القانون رقم 7/3/14 اللي خرج في 2014 ودخل في حيز التنفيذ في 2015. قبل 2015 الا كنتي خدام وفجاه فقدتي خدمتك لا قدر الله ما كان حتى شي حل ممكن يعاونك ماديا، يعني كنطيحوا في واحد الوضعيه صعيبه بزاف، خصوصا الا ما كانش عندك مدخرات. هادشي اللي خلى بزاف ديال الناس كيعانيو فترات بطاله. ولكن مع هذا القانون الجديد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ولا كيوفر واحد الشبكه ديال الامان بسيطه للموظفين. تخيل معايا بحالنا كاين واحد الحبل اللي كينقذك من السقوط الحر. هذا هو الدور ديال هذا التعويض. دابا النقطة الأهم اللي بغيت نوضحها لكم هي التطورات اللي جاية. المغرب قرر يوسع نطاق الحماية الاجتماعية، وهذا الشيء دخل في إطار واحد المشروع كبير سميتو القانون الإطار رقم 21/09 اللي خرج في 2021. هذا القانون الهدف ديالو هو يضمن أن التعويض عن فقدان الشغل يولي يشمل جميع الأجراء اللي عندهم عمل قار في المغرب، وهذا في أفق سنة 2025. شنو كيعني العمل القار؟ ببساطة هو العمل اللي عندك فيه عقد طويل الأمد وماشي عمل مؤقت كيسالي بسرعة. يعني ما يبقاش التعويض مقتصر على شريحة صغيرة، بل غادي يولي حق العدد أكبر من الناس. وهذا التوسيع ما غاديش يكون غير في عدد المستفيدين، ولكن غادي يكون حتى في الشروط. بمعنى آخر غادي يتم تبسيط الشروط باش تولي أسهل باش تستفد من التعويض. مازال ما كاينش تفاصيل دقيقة على هذه التغييرات، ولكن الهدف واضح: تسهيل الوصول لهذا الحق. هذا الشيء كامل كيبين لنا باللي الدولة عازمة على تعزيز الحماية الاجتماعية. كيف ما شفنا حتى في دراسة ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كاين مقترحات لمراجعة طرق التمويل وتوسيع التغطية باش النظام يكون مستدام على المدى الطويل. هذا كيعني أنهم كيفكروا في المستقبل باش هذا النظام ما يتوقفش ويبقى ديما كيحمي الناس. هاد التطورات مهمة بزاف حيث كتعزز الشعور بالأمان عند العامل المغربي. ما كتبقاش خايف من المجهول إذا لا قدر الله فقدتي خدمتك. دابا السؤال اللي نطرح عليكم: واش هاد التغييرات كافية في نظركم؟ وشنو هي الاقتراحات ديالكم باش يولي النظام ديال التعويض عن فقدان الشغل أحسن؟ دابا وصلنا للجزء الأخير والمهم بزاف في الفيديو ديالنا. أنا متأكد باللي بزاف منكم كيسولوا في خاطرهم: واش هاد التعويض غادي يبقى ديما هكا؟ واش كاين شي جديد؟ الجواب هو أن المغرب غادي في الطريق ديال تعميم الحماية الاجتماعية، وهذا الشيء
كيعني أن نظام التعويض عن فقدان الشغل غادي يتطور. تخيلوا معايا في 2015 هذا النظام كان جديد علينا كاملين، لكن اليوم الهدف ديال الدولة هو أن بحلول 2025 جميع الأجراء اللي عندهم عمل قار غادي يكون عندهم الحق في هذا التعويض. هذا ماشي غير تغيير عادي، هذه ثورة في مجال الحماية الاجتماعية. شنو كيعني العمل القار؟ يعني أي واحد خدام بعقد غير محدد المدة سواء في شركة كبيرة أو صغيرة غادي يستفد من هذا الحق. باش نفهموا أكثر شوفوا معايا هذا المثال. واحد الشاب سميتو أحمد خدم في واحد الشركة لمدة 5 سنين. فجأة الشركة قررت تسد. أحمد اللي كان كيخلص الاشتراكات ديالو بانتظام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكان مسجل في أنابيك عنده الحق ياخذ التعويض الشهري لمدة 6 شهور. هاد الفلوس غادي يعاونوه بزاف باش يوقف على رجليه مرة أخرى، يخلص الكرا المصاريف اليومية بلا ما يضطر يدخل في مشاكل مادية. هاد المدة ديال 6 شهور كتعطيه واحد النفس باش يقلب على خدمة جديدة براحته. والأحسن من هاد الشيء كامل هو أن هاد الفترة ديال صرف التعويض كتحسب كفترة ديال الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. شنو كيعني هاد الشيء؟ يعني واخا انت جالس بلا خدمة راح مازال كتستافد من التأمين على المعرض والتقاعد، بحال الا CNSS كيقول لك ما تخافش حنا معاك حتى تلقى خدمة أخرى. هذا هو المعنى الحقيقي للتضامن الاجتماعي اللي كنقلبوا عليه. دابا واحد السؤال مهم بزاف، واش سبق لكم شفتوا شي واحد من عائلتكم او صحابكم استفد من هذا التعويض، وكيفاش كانت التجربه ديالو؟ شاركونا قصصكم وتجاربكم في خانه التعليقات باش نتبادلوا المعرفه والخبره. كثر التفاعل ديالكم كتعاوننا باش نوصلوا هذه المعلومات للناس اكثر. وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. شكرا على المتابعه ونتلاقاو في فيديو جديد قريبا.